الحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود كل هذه المقاتلين الشباب. تم فجر امس الانقضاض على مدينه المخا من 4 اتجاهات، وانتم بتشوفون الشباب قاموا بتطهير هذه المدينه بعد ان تم محاصرتها لاكثر من اسبوع بسبب ان الانقلابيين الحوثيين مسكوا بعض العمارات المباني المرتفعه وبالتالي استخدموها كقناصر. نحن نترحم على الشهداء ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل، وامامكم الشباب المقاتلين هم الذي دخلوا المدينه وهم الذي حرروها. اليوم احنا في المغار وفي جنبه وفي الميناء، وعيونكم تشوف مسيطرة كاملة، لا يستطيع حد يبالغ، لا ايران ولا حوثي ولا عفاش، انتهى الى الابد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخلنا اليوم الى المخا وسيطرنا على محافظة المخا مع الابطال الكتائب الذي قدمت ارواحها، وعلى راسهم الشهيد سامح الحسني قائد الكتيبة الخامسة رحمة الله عليه. فإننا نقول لعبد ربه منصور هادي أننا سنرفع العلم كما ما تحدث في مران، سنرفعه أبى من أبى وأشاء من أشاء. ونرسل رسالة لعبد ربه منصور هادي أن المتقاعدون في الصف الأول في القتال، ويرجى منكم يعني النظر للمتقاعدون لكونهم مظلومون أبناء الجنوب. فشكرا جزيلا. والمعارك احنا واجهناهم بكل شراسة، وتم القبض على بعض الناس الان تحت التحقيق، وهذه موجود اسمائهم وبطايقهم، وهذولا ناس من تعز وناس من اب. يعني القائد الاول الذي هو يعني مصعب احمد علي هذا من اب، والقائد الثاني يعني عبدو محمد ناصر، هذولا كلهم من اب ومن تعز، ماسكين يعني فرق للهون ولا بعض يعني يسبون للباعشرة وغيرها من الاسلحه الخفيفه و14، وتم القبض عليهم كاملا. في اليوم هم موجودين لدينا في التحقيق، وهذه الدلائل موجوده امامكم، والان نحقق معهم ابطال صيادين ناس فقراء من ابناء المخا. الدليل موجود امامكم وسيتحدثوا بالسنتهم، وليس نبالغ احنا، لاننا ناس صادقين ابناء الجنوب، واحنا لنا قضيه ولنا نمشي عن صح، لا نمشي عن باطل. نقول لايران كفى، نقول لعفاش كفى، الحوثي انتهى. هذول امامكم سيتحدثون. احنا في المقاومه دخلت والجنوبيه والتحالف وطردنا الحويته وابتغينا عنا المي وشلوا علينا السكاوي ولا خلونا لا مي لا مصارف. لا نروح نصطاد بالبحر ولا نصطاد ندي صيد ولا ندي قوى البقاء لنا ولا نعمل شيء. ونشكر التحالف.